هاي. كنت معلمة الطوبة اللي هقعد عندها عشان تبقوا شايفيني، يا رب تكونوا شايفيني. اوكي، النهارده انا كنت عامله قبل كده فيديو قصير عن شويه من البنفيتس اوف ان احنا نكتب افكارنا او ان احنا نجورنال. بس النهارده هسمرايزن بسرعه، وبعد كده عايزه ادخل بقى في ريكومنديشنز على لو انت او انتي حد عايز يبدا ان هو يكتب افكاره او يجورنال، ممكن تبداوا تعملوا كده ازاي. عشان ساعات بيبقى اللي هو الواحد بيتحط قدام الورقه ومش عارف يبدا يكتب ازاي، او مفيش حاجه جايه على باله ان هو هكتب ايه اصلا. ف عندي مثلا 15 برومت النهارده ممكن يساعدوكم ان انتوا تبداوا لو عايزين تكتبوا اكتر او تكتشفوا حوار الجورنالينج ده وتشوفوا عجبكم ولا لا. فخلونا نفتح الكراسه بعد اذنكم لحظه واحده. اوكي، شكرا ان انتوا استنيتوني وانا بفتح الكراسه. 5 اسباب ليه الجورنالينج ممكن يبقى مفيد، ولو في اي حاجه من الاسباب دي عجباكوا او كذا واحد منهم عجبكوا واللي هو مخليكوا نفسكوا تجربوا ان انتوا تجورنال، يبقى استنوا في بقيه الفيديو اقول لكم بقى ممكن تبداوا ازاي. 5 اسباب سريعا. اول حاجه ان احنا نفصل اصلا احنا شايفين ايه عن العالم من الحاجات اللي بتتقال لنا عن العالم. ف to know what you actually think، ان انت تبقى عارف فعلا ارائك عامله ازاي من غير البريشرز بتاعت اي حاجه من بره، حاجه صعبه. فده اول سبب. تاني حاجه بقى ان احنا لما بنكتب هتلاقي اولا هتلاقي حاجات بتفاجئك، يعني من when you know what you actually think دي، عشان بما هي حاجه كبيره هتلاقي ان في حاجات بتفاجئك في انت بتفكر ازاي اصلا، او انت ايه الحاجات اللي نفسك تعمليها او ممكن تبقي خايفه منها. يعني هتكتشفوا حاجات انتوا ما كنتوش متوقعينها لما تكتبها، وتلاقي ان هي حاجه متكرره هتبدا تاخد بالك من ان هو ايه ده. طب انا اصلا مشاكلي متوقعه جدا، يعني هفتح الجورنال هلاقي انا يا اما قلقانه من كذا او كذا او كذا، بي هي نفس التوبكس. فده ممكن يوريك حاجه انت محتاج تكتشفها، يعني او حاجه انت محتاج، يعني بيبوينت يو في المكان اللي انت ممكن يبقى عندك شويه شغل تعمله او حاجه شبه كده يعني. ولما تكتشفوا الحاجات دي يعني هتعرفوا ان انتوا تاخدوا اكشن ان انتوا تغيروها. فان انت تريالايز الريبيتنج باترنز دي حاجه، وبعد كده ان احنا بعد كده، حلوه الجمله دي قوي بجد، بناءه قوي، ان احنا بعد كده نقدر بعد كده ناخد اكشن عليها. برضو في حاجه كمان ان احنا عارفين احساس ان احنا لما بنيجي ندي نصايح لحد من صحابنا او كده بنعرف اللي هو تبقى دماغنا صافيه، بنبقى عارفين ان احنا نبقى عندنا كلاريتي اوفر ان احنا نديهم نصيحه يعملوا ايه، او اكيد لا طبعا ما تعمليش كده، ايه الهبل ده. بس لما تيجي بقى لنفسنا بنبقى الموضوع بيبقى اصعب شويه، ان احنا لما بنكتب بقى الحاجات دي على ورق بدل ما بتبقى انت جوه دماغك بس، هي بتقربها شويه لان انت اكنك بتدي نصيحه لحد براك، او يعني بتبقى عارف ان انت تبص على مشاكلك من نظره ابعد شويه زي ما بنعمل مع صحابنا، وبتبقى ساعات بتساعدنا ان احنا ندي نصايح احسن. فلما تكتبها بتشوفها بطريقه اوبجكتيف اكتر، فبالتالي ممكن تعرف تتصرف احسن اصلا، او تاخد بالك من حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها لما كنت بتقول الموقف لنفسك جوه دماغك بس يعني. طيب، فدي شويه اسباب ليه ممكن تبقى حاجه مفيده ان احنا نجرب نجورنال. يعني ازاي بقى نبدا؟ عندي شويه suggestions، وبس اول حاجه عايزه ابدا بيها ان هي مش لازم اللي هو تحطوا لنفسكم تارجت صعب قوي ان انتوا تعملوه، او اللي هو تقولوا انا يا اما هعمل 5 صفحات في اليوم يا اما مش هعمل اي حاجه. يعني مش لازم ان هي تبقى قاعده صارمه قوي كده لما تبداوا. عشان مثلا حتى لو انتوا كتبتوا حاجه واحده، يعني كتبتوا كلمه بجد واحده، that counts. يعني ده also that counts. مش شرط ان هي تبقى عدد معين من الصفحات او الكلمات عشان تبقى مفيدة. على فكرة عامة بجد حرفيا كلمة واحدة ممكن تكاونت، والكلمة الواحدة دي ممكن مثلا ان انا النهاردة عايزة اركز على مثلا kindness مثلا، او النهاردة انا عايزة اركز على patience. ممكن تبقى value، ممكن تبقى حاجة احنا عايزين نتبناها في اليوم ده، وحرفيا كلمة واحدة كان count. فما تستصغروش اي حاجة يعني ممكن تبدأوا بيها. تاني حاجه، ودي ده اللي انا شخصيا بدات بيه، ان انا كان ساعات بتبقى اللي هو دماغي زحمه قوي، فانا عايزه اكتب كل افكاري في حته عشان اتخلص منها. يعني هي اصلا مش عشان مش بسبب غير ان انا عايزه افضي نفسي من الهموم اللي هي انا مش عايزه افضل محوشاها في دماغي. ساعات ده ممكن يبقى تو دو ليست. يعني مثلا ده بدا معايا في وقت الجامعه، ان احنا كنا بيبقى في حاجات كتير انا محتاجه اعملها لتوبكس كتيره مختلفه، او حتى بره الجامعه، يعني اللي هو تو دو ليست كتيره متداخله في بعض.
ولما بقيت عارفه افصلهم ان انا اكتبهم في حته وابص عليهم من بره كان بيشيل من عليا ان انا محتاجه احوش حاجات دي جوه دماغي. فكنت ببقى اللي هو بالي مرتاح اكتر يعني. فتو دو ليست او ان احنا نبرين دامب اللي هو حرفيا ترمي كل اي حاجه انت شايل همها او اي حاجه نفسك تبقي تعمليها مثلا في اليومين الجايين دول، فبدل ما تقعدي تفكري نفسك بيها جوه دماغك اكتبيها في حته هتساعدك ان انت تفري اب شويه سبيس ان جوه افكارك. اوكي. تالت حاجه ممكن تدودل عادي يعني، مش شرط اصلا تبقى كلام، ممكن ترسم حاجات او حتى مش لازم اصلا تبقى رسمه اللي هو بتقلد حاجه في الحقيقه يعني، حتى just any creative expression. مش عارفه لو ده يعني تبع القاموس الحقيقي لكلمه journaling، بس doodling بالنسبه لي بيبقى ساعات برضو it makes you feel better يعني. فقشطه جربوا ده برضو لو عايزين يعني، من الحاجات السهله. طيب في بقى prompts كتير جدا على بنترست، ولو حابين ان انتوا تعملوا سيرش على prompt معينه هتلاقوا كتير قوي على الانترنت. انا من اول البرومبتس اللي عجبتني قوي اللي عرفت اواظب عليها كانت اسمها ال 5 4 3 2 1 prompt. فدي المفروض ان احنا بنفكر في 5 حاجات you're grateful for، عشان كده 5. بعد كده 4 حاجات positive experiences حصلت لنا في ال last 24 hours، فتفكر في اليوم اللي فات وكان ايه حاجات لذيذة حصلت في اخر 24 ساعة. ف 5 things you're grateful for، 4 things كانوا positive experience في اليوم اللي فات. I think ان هي 3 حاجات you're looking forward to، 2 priorities للفترة الجاية. فيعني الفترة الجاية دي ممكن تبقى عادي، ممكن تبقى اسبوع مثلا او حاجة، بس 2 priorities ليكي انتي في الفترة الجاية في حياتك مثلا. وحاجة واحدة، ايه بقى الحاجة الواحدة دي يا ترى؟ مش فاكرة طبعا، بصوا يعني هفتكر واقول لكم في اخر الفيديو. طيب ف 5 4 3 2 1 وما حدش فاكر ال1 دي ايه لغايه دلوقتي. 5 حاجه ممكن تبقى ان انتوا حاجات عايزين تفكروا نفسكم بيها، reminders to yourself، او حاجه جديده انت عايز تغيرها في حياتك فبتفكر نفسك. ممكن يبقى ان انا عايز اشتغل ان انا ابقى صبوره اكتر مثلا، ممكن ابقى ان انا محتاجه افكر نفسي اشرب ميه عادي، مش شرط تبقى حاجه عميقه، ممكن تبقى حاجه صغيره عادي، بس بهدف ان انت ده هيحسن لك حاجه في حياتك او حاجه انت عايز توصل لها. اللي بعده ممكن تبقى دروس مستفاده، اكتشافات من الفتره اللي فاتت، اكتشافات عن ممكن تبقى lessons learned. فاللي هو مثلا انا في ال 24 ساعه اللي فاتوا ايه اللي انا عملته كان عجبني وايه اللي انا عملته ما عجبنيش. يعني انا مش عارفه، احنا ساعات بننسى قوي ان احنا نعمل الخطوه دي، اللي هو احنا خلاص اليوم بيعدي وبيخلص ومش بنرفلكت على اليوم نفسه اصلا. فاحنا محتاجين نجمع الداتا دي من حته، ان احنا عايزين نعمل ايه اقل او ايه اكتر، وهتبدا يعني احسن مكان احنا نبدا نجمعها هي اليوم الواحد يعني. فان احنا نرفلكت على ده ممكن يوميا او في الفتره اللي انتوا تقدروا عليها. بس دي حاجه كانت برضو عرفت ابقى كونسيستنت عليها لما جربت اعملها على موبايلي. فعملت لستة كبيره كده كانت اللي هو زي دوز اند دونتس، او ايه الحاجات اللي انا عايزه. اوكي اتعلمت ان دي حاجه كويسه versus اتعلمت ان دي ممكن حاولي ما تعمليش كده، اللي هو بقول لنفسي يعني. وعملتها على نوتس اب على موبايلي، وكانت بس اللي هو حاجات البوزيتيفز والنيجاتيفز، او اللي هو اعملي من ده اكتر او اعملي من ده اقل. وحتى لو حاجات بجد بديهيه، بس لما يحصل لكم موقف معين ويثبت لكم ان دي حاجه درس مستفاد، مش يعني this is valuable information، مش شرط حتى لو هي حاجه انت عارفها، او اللي هو ايوه ماشي انا عارفه ان الصبر كويس، بس انا مثلا حصل لي موقف معين قوي ولما اتعاملت مع حد بطريقه معينه الموضوع اتحل بطريقه كويسه، اللي هو انا كنت صبوره مع حد فمثلا الموقف اتحل. وانت فاكر الموقف ده وهو لسه حاصل حالا، اكتب الدرس المستفاد وهو مربوط بموقف معين في حياتك. it means something very different and very كنت اقول very bigger، بس هي مش very يعني and much bigger than ان احنا نكتب الدرس من غير ما هو يبقى مربوط بحياتنا. فدروس مستفادة مربوطة بحياتكم، ده اللي انا بحاول اقوله تقريبا يعني. اللي بعده ممكن تبقى برضو related شوية للدرس المستفاد، بس برضو في اخر اليوم ان احنا نفكر في 3 حاجات: what went well, what would you do differently, و what was a lesson learned. فانا بسميها اللي هو WWDDLL عشان went well, do differently, lesson learned، فتبقى abbreviation سهله ممكن تفتكروها بيها. وتسمرايزوا برضو ده اكنكم اللي هو بتاساس اليوم اللي فات، وكان ايه اللي ماشي كويس، ايه اللي ممكن اعمله بطريقه مختلفه المره الجايه، وبناء على ده ايه الليسنز اللي انا اتعلمتها النهارده يعني. فمش شرط برضو تبقى يوميه، عادي ممكن تبقى في الاسبوع براحتكم يعني. في بقى حاجه عظيمه جدا
اسمها الفيلينجز ويل. هحاول احطها لكم على السكرين ان شاء الله بقى، يعني هعرف اعمل كده عشان بجد سهله قوي. صح، سهله قوي الاديتنج، صح. فالفيلينجز ويل دي بقى فيها اسامي مشاعر كتير قوي، بوزيتيفز ونيجاتيفز وحاجات. جوه هابي تديسكرايب انواع الهابينس ازاي، جوه ساد تديسكرايب انواع السادنس ازاي، جوه لا بهزر مش فاكره اي حاجه تانية، بس يعني هو في مشاعر كتير قوي وكلها broken down into انواع منها. فاصلا فوكابلري جديد، بس ده بيساعدنا ان احنا نبين بوينت احنا حاسين بايه. ف I find this ان هي بتبقى especially useful ان انت لو مش عارف اصلا انت حاسس بايه، او لو you feel numb او مش عارف مالك. لو مش عارف مالك جرب تفتح الفيلينجز ويل دي، تبص عليها وتحاول تنقي الفيلينجز اللي انت حاسس بيها، او اللي هي اللي you feel ان you can relate ليها في اللحظه دي. عادة بالنسبة لي بيبقوا مثلا 5 أو حاجة كده، مش لازم عدد معين، بس يعني هي فيها كتير. نقوا أكتر حاجات that speak out to you كفيلينجز انتوا حاسينها في اللحظة المعينة دي. الستاب اللي بعدها بقى لو حابين ان انتوا تحاولوا تعرفوا اللي هو ماتش كل فيلينج من دول انتوا شايفين ان هو ممكن يبقى جاي منين. فأنا مثلا دلوقتي I feel nervous، بس أنا مش متأكدة ليه. حرفيا بقعد افكر هو انا ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت ممكن يكون خلاني feeling nervous. يعني بحاول الاقي السورس بتاع الفيلينج اللي انا دلوقتي لقيت اسمه ده. بس لما بتبقى الويل دي قدامكم it helps a lot يعني. ماشي، فدي الفيلينجز ويل والسورس بتاع الفيلينجز. احنا كده تقريبا انا داخله في 9 حاجه، نسيت اعد بس يعني ثقوا فيا دي 9 حاجه. intention setting دي يعني قلتها شويه في موضوع اللي هو اول كلمه دي، او حاجه بتختاروا ان انتوا عايزين تتبنوها في اليوم. بس ان انتوا مش شرط بقى تبقى يعني intention setting دي ممكن تبقى عامله زي ايه، اللي هو انا النهارده مثلا عارفه ان انا I'm not doing very well، فانا بس هركز ان انا do the bare minimum. اللي هو انا بس عايزه اخلي بالي من نفسي النهارده وابقى kind to myself. ممكن تبقى ده الانتنشن بتاعي اليوم. لو انا I know ان انا يعني قدره احتمالي النهارده مش مثلا احسن حاجه ومحتاجه اخد بالي من my mental health او كده، ان انا just do the baby steps و take care of yourself و stay kind to yourself. ممكن ده يبقى الانتنشن بتاعك في يوم معين انت حاسس ان ده اللي صح فيه ليك. ممكن في يوم تاني ابقى مثلا اللي هو محتاجه ابوش ثرو او محتاجه احفز نفسي او كده. فهي على حسب اليوم وعلى حسب انتوا حاسين ان انتوا محتاجين ايه. بس لو بدا ان احنا نكتبها او نفكر فيها بتفكر يعني ان احنا نكتب الحاجه دي it's not the same as just thinking it مره وبعدين ترميها، عشان انت دماغك زحمه جدا. فاي حاجه بتتكتب اوتوماتيكلي، مش اوتوماتيكلي بس اللي هو دماغك هتعرف تديها أهمية أكبر بكتير من أفكار، عشان اللي هو هي already كمية أقل بكتير. يعني اللي انت كتبته في اليوم versus اللي انت فكرته في اليوم والفاليو. فاهمين قصدي؟ حد فاهم حاجة؟ يعني اللي هو عشان احنا معرفش عندنا مثلا، أنا هرمي رقم بس هو أكيد في الألفات. لو احنا مثلا عندنا 50,000 فكرة في اليوم وانت قررت تكتب 5 أفكار بس من غير قصدك، انت دماغك حاسة ان اللي انت كتبته ده ممكن يبقى فيه أهمية أكتر من اللي انت فكرته عشان هو في عدد أقل منه يعني. فبالتالي ان احنا نسيت الانتنشن بتاعنا ونكتبه في حتة. يعني أنا النهاردة عايزة أركز على كذا، مش حاجة تافهة خالص، عشان ان انت بتكتب الحاجة ده ساعات أصلا ممكن يassign it more value عن ان انت بس فكرتها. it's not the same, it's just not the same. اوكي، اللي بعده number 10 حاجات انت عايز تتعلمها، او مثلا حاجات انا نفسي ان انا اتعلمها و I feel passionate او curious about. list it down برضو هتديها أهمية في دماغك اكبر. اللي بعده reframe دي حلوة قوي. بهزر، الموبايل وقع بقى، استنى بس ما تقلقوش حصل خير. هي حاجة سمعتوها. reframing ده معناه ايه؟ معناه ان احنا حرفيا بنعيد نظرتنا لحاجة احنا كنا already شايفينها بطريقة معينة. فمثلا ممكن تبقى حاجة زي الزفت حصلت في حياتك قريب، بس انت بتحاول تختار تبص عليها بطريقة جديدة، او تبص عليها باللي هو انا ممكن استفيد من اللي حصل لي ده ازاي. فان انت بتعيد اصلا الصيغة، بتعيد صيغة الفكرة او الاكسبيرينس. ودي حاجة احنا بجد ممكن نعملها. يعني ممكن تعيد اصلا صيغة اكسبيرينس عدت وتقتنع بيها عادي على فكرة. يعني جربوا وقولوا لي. ماشي، فريفريمينج ممكن احاول ادي اكزامبل. ان احنا مثلا انا في فتره الجامعه كان بيبقى عندي حاجات كتير قوي ورا بعض، وكنت ببقى ساعات مثلا ستريس قوي ان انا بيبقى عندي a lot on my plate. يعني I was busy with حاجات اللي هو مثلا دراسه، وكنت داخله في كلوبز وحاجات كنت extra curriculars، يعني كنت عايزه اعملها كلها في نفس اللحظه.
وفي اوقات it got stressful بالنسبه لي عشان كان اللي هو كل حاجه super scheduled وما عنديش قوي وقت فراغ. فانا في ساعتها كنت حاسه ان انا burnt out جدا واللي هو ما عنديش طاقه اديها. بس لو انا فكرت في الحاجه دي اللي هو وانا فيها انا ممكن استفيد منها ازاي، ان هي بتعلمني ازاي manage my time، او ان هي ممكن تعلمني ازاي prioritize، او فكره ان انا اصلا استوعب ان انا مش هقدر اعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت من غير ما يبقى عندي حاجه انا بضحي بيها. فهي ساعدتني ان انا اعمل الثلاث حاجات دول. هي كانت ممكن انا كنت حاساها حاجه نيجاتيف في ساعتها ان انا ما عنديش طاقه، او لو انا مش حاسه ان انا قادره اعمل حاجات كتير قوي، بس هي علمتني الثلاث حاجات التانيين دول. فان انا اركز بقى انتباهي على الثلاث حاجات التانيين اللي انا استفدت او ممكن اتعلمهم من الموقف ده، فده ريفريمينج. وان جنرال بقى يعني I think in conclusion كل الحاجات دي ممكن تساعدك تعرف نفسك اكتر، ولما بتعرف نفسك اكتر هتعرف تتصرف في حياتك احسن. بس كده انا هسكت دلوقتي. انا في فيديو تاني عايزه اعمله وليه علاقه قوي بالحاجات اللي كنا بنقولها دلوقتي، على ازاي بقى البيليفز بتاعتنا او اعتقاداتنا how they form وازاي ممكن نغيرهم، او يعني شويه من lessons learned about هما ممكن يكونوا بيتغيروا ازاي. وساعات جورنالينج ممكن يساعد قوي في الموضوع ده، فاعتبروا ان اللي جاي ده بارت 2 لو انا لحقت اعمله قبل الفطار ان شاء الله يعني بعون الله. السلام عليكم.